الفندق في الاساس كان عباره عن جبل كبير جدا، وقعدوا ينحتوا فيه ويشتغلوا عليه لمده 15 سنه كاملين، ميه بحر جوه الفندق نفسه عشان يطلعوا التحفه المعماريه اللي احنا فيها دلوقتي. الفندق هنا بيسموه فندق المشاهير، فتحس ان انت ماشي في ستايل اليونان. احنا النهارده في فندق من اجمل فنادق مصر، احنا في الباترو سيتاديل سهل حشيش. من اول لحظه توصل فيها الفندق، من قبل ما تدخل اصلا وانت هتحس ان انت داخل على فندق مختلف، الستايل بتاعه مختلف في كل حاجه. هتعرف ان تصميم الفندق بالكامل تصميم معماري فريد من نوعه، تحفه مش موجود في اي مكان تاني في العالم بالشكل ده وبالستايل ده. طول ما انت تتمشى في شوارع الفندق تحس ان انت ماشي في ستايل اليونان. والفندق كله عباره عن صخور جبليه وصخور بحريه، والاجانب بيجوا من كل دول العالم تقريبا. طبعا الفندق هنا بيسموه فندق المشاهير، اتصور فيه مسلسلات وافلام وكليبات كتير جدا لمشاهير كتير جدا. لاجون واحد دي عشان تبقوا متخيلين هي ميه بحر جوه الفندق نفسه، السمك تقريبا في كل مكان، ولكن الاكسبيرينس دي مختلفه عن اي حاجه تاني. الشط بتفاصيله هنا حاجه يعني سبحان الله، شط كبير جدا، صخري رملي لاجون، الناس بتعمل سنوركينج في كل مكان. اخر نقطه في الفندق اوريدي هي عباره عن اكنه حمام السباحه متكون من ميه البحر بشكل طبيعي. الانفينيتي بول ده يعتبر من الانفينيتي بولز القليله قوي اللي موجوده في الغردقه وسهل حشيش، هيتد طبعا في الشتاء، ومن احلى الحاجات اللي موجوده هنا في سيتاديل. فاللوكيشنز بتاعت المطاعم هنا مختلفه عن اي مكان تاني، يعني مطعم زي المطعم ده احنا ممكن تقدر تفطر تتغدى وتتعشى فيه زي ما انت عايز. غرف الستاندرد هنا زي ما انتم شايفين الستايل بتاعها سيمبل بسيط. كل الغرف اللي موجوده في سيتاديل بتكون دايركت سي فيو، انت بتكون شايف البحر بشكل مباشر، ودي احلى حاجه هنا في الغرف. الغرف الديلوكس اول ما تخش منها كده اول حاجه بتلاقيها طبعا الحمام، وبعد كده الدريسنج روم. حجم الغرفه نفسه كبير، احنا بنتكلم تقريبا 72 متر، تحس ان انت اوريدي انها غرفه جوه جبل، والقعده هنا وبتكون طبعا شايف البحر من اول اصلا ما تخش من باب الاوضه على طول. في ناس بتيجي مخصوص عشان خاطر النوع ده من الغرف، لان هو عارف ان هو مش هيلاقيها في اي مكان تاني. في تقريبا 6 جاكوزي اوت دور، وكل الجاكوزي الاوت دور هنا بيكون دايركت سي فيو. مطعم سيتاديل من المطاعم المختلفه، والتصميم بتاعه معماري فريد جدا 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 من نوعه. في اوريدي الانترناشونال، في اوريدي المكسيكي، في السي فود، فانت كل يوم حتى لو عايز تجرب مطعم هنا بشكل يومي مش هتزهق منه. مطعم جولدن بودا من المطاعم الجامده جدا جدا، ستايل مختلف تماما عن اي مطعم تاني او في اي فندق تاني ممكن تخشه اصلا في مصر. المطعم هنا اسمه الاكارت، هو بيقدم سي فود. والخبر الحلو كمان لكل الهاني مونرز بيقدروا ياخدوا رومانتيك دينر هنا مجانا. الحياه بالليل هنا في سيتاديل اكد لكم ان هي مختلفه. انت ماشي اصلا صوت الموسيقى اليونانيه بتاعت اليونان شغاله، مختلفه الفايبس بتاعت المكان جامده جدا، هتحس ان انت فعلا مش موجود في مصر خالص. هم الطريقه اللي عملوا بيها الفندق كمان دخلوا ميه البحر جوه الفندق، فبقى الفندق اصلا يعتبر جوه البحر يعني، فبتتكلم في شكل خيالي. فالفندق فريد من نوعه بصراحه، ديكوراته وستايله وكل حاجه فيه حلوه. لو انت بتحب البحر والهدوء الفندق بالنسبه لك هيبقى تحفه.